نقلا عن وزارة المالية، انضمام الجزائر إلى بنك بريكس رسميا. أعلنت وزارة المالية الجزائرية اليوم السبت أنه تم الموافقة رسميا على انضمام الجزائر إلى بنك البريكس، وذلك في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية، الذي انعقد اليوم السبت 31 أوت 2024 في كيب تاون بجنوب إفريقيا. ثم الموافقة رسميا عن انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة. ووفق بيان وزارة المالية، فقد أكدت هذا القرار السيدة ديلما روسيف رئيسة هذا البنك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء أشغال مجلس المحافظين. يعد انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة التي تعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية. وقد جاء هذا الانضمام نتيجة تقييم صارم ويرجع إلى حد كبير إلى قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني. وبحسب البيان، فإن الأداءات الاقتصادية المتميزة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة من حيث النمو الاقتصادي يدعم من الإصلاحات متعددة القطاعات، وكذلك تصنيفها حديثا كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا، جعلت منها شريكا موثوقا وفعالا ضمن هذه المؤسسة. ويفتح انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية آفاقا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل. وأخيرا، يجدر الذكر أن البنك الجديد للتنمية الذي تأسس في عام 2015 من قبل مجموعة بريكس، البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، هو بنك تنمية متعددة الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية.